متابعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من دردشة مع ضيف جديد. اليوم معنا الفنان ملقب بكابورال توفيق أسكلو. سي توفيق، مرحبا بك. السلام عليكم خويا محسن الحبيب، شكرا جزيلا على الاستضافه. وليا كامل الشرف انني نكون ضيف الحلقه من بودكاست دردشه معك، ونتمنى ان شاء الله نكونوا خفاف على المشاهدين الكرام. مرحبا بك. الله يخطيك. قبل ما نبداو في دردشة مع الضيف ديالنا، نخليكم مع السبونسور ديال هذه الحلقة. هاد الأماكن الطبيعية الخلابة والأماكن التاريخية كاينة في مدينة ميدلت. بغيتي تزورها وانت ماشي من هاد المدينة؟ مأوى فنادينيت كيوفر ليك مبيت بمواصفات عالية، بالإضافة لمطعم بمأكولات متنوعة وفي مختلف الأوقات، زائد أن المأوى كينظم رحلات جماعية. للطلب والاستفسار المرجو الاتصال على الأرقام التالية أو قم بزيارة الموقع الظاهر على الشاشة. سي توفيق، أول سؤال كنبداو به اللي هو روتيني في البرنامج ديالنا. شكون هو توفيق أسكلو؟ توفيق اسكلو من مواليد مدينه ميدلز، يعني كبر في اسره عاديه في حي شعبي عادي جدا. شاب اللي كمل قرايته هنا في ميدلز، خديت البكالوريا في 2012. من بعد مشيت كملت الدراسات الجامعيه، قريت واحد 4 سنوات في كليه العلوم الاقتصاديه والقانونيه بجامعه مولاي اسماعيل بن كناس. وكنت يعني حياه عاديه ديال اسره مغربيه عاديه كايها الاسر وصافي عادي. سي توفيق، كيفاش كانت البداية ديالك في الراب؟ واش كانت مثلا بداية هواية مثلا، ولا كتطمح للاحترافية؟ في داك الاول كنتبع ديك الساعه ام تي في، كانت واحد القناه كدوز يعني دي فيديو كليب ديال روابا من الميريكان. وحنا كنا ديك الساعه مازالين شويه صغار، واثيرين داك الهيت ديال داك النمط الموسيقي الجديد اللي فيه كانت فيه واحد الجرأه، كانت فيه واحد كان متمرد على الانماط اللي كنا كنعرفوا، فهمتي؟ كان بحال قلتي جاري شي شويه. وتما تولد واحد الشغف ديال اننا نتعرفوا على هذا المجال هذا. بقيت غير كمستمع لهذا الفن، ولا اثيراني بزاف حتى 2006 فاش خرج الالبوم ديال بومبيك ديال مغربة الموت. هذا كان دار واحد البوز، واحد السوكسي كبير، نقدروا نقولوا به اللي هو اللي فرقع هذه الموجه ديال الراب في المغرب. من تما وليت اتاشي بزاف الموسيقى ديال الراب، وليت كنحاول يعني نولي حتى انا فاعل فيها، نتونجاجا فيها باي طريقه. بقيت كان يعني داك الميول كيكبر يوم بعد يوم، حتى تلاقيت مع يونس الزرقطوني اللي كنبلغ ليه تحيه من هذا المنبر ديالكم. لقيته هو مع واحد الجروب ديجا بادين الموسيقى صافي، وبديت كنتعلم معاهم شويه بشويه، بديت كنكتب، ومن تما بدا المشوار خلاص ديال الموسيقى. وكانت عندي اول كلاس سور سين كنت في مهرجان تفاح في النسخه القديمه ديالو في 2012. تما صافي بحال قلتي وليت شويه صافي كنخدم موسيقى نيت. ولاحظت يعني في لو سوب كونسيون ديالي، في اللاوعي ديالي، انني باغي نكون رابور، ماشي غير هوايه، باغي نكمل في هذا الباركور هذا. فوالا. ملي قلتي دابا الراب، في البدايات ديالو كانت عنده ديك الصوره اللي متمرد على مثلا ربما على الوسط. واش ما كانش العائله ديالك مثلا والناس اللي محيطين بك كيقولوا لك مثلا ما عندك ما دير بهذا النوع ديال الموسيقى، خاصه الراب كما قلنا متمرد؟ لا، الراب صراحه في الاول كانت عنده واحد السمعه اللي قبيحه بزاف، سورتو ملي كنشوفوا يعني بين قوسين الفاظ يعني مسيئه ميوعه، ولا دوك الكلمات اللي تيتخدمش بالحياء العام، يعني اوتوماتيكمون غايقول لك هذا الشيء راه ما كيوصلش لشي حاجه، فهمتي؟ وكان داك التعارض ولا التعرض ديال العائله كان من الاول، ديال ودي ديها في قرايتك كتبغي تدير بهذا الشيء، وهذا راه يقدر هذا الشيء يلهيك، وهذا سورتو كما قلت لك من النت تفرقعت الموجه ديال الراب في المغرب، تفرقعت بداك الراب الجريء الزنقاوي. حنا كنعرفوا لا كولتور هيب هوب بانها جايه من امريكا. هذاك الشعب وصل لواحد النيفو ديال الحريه، عنده ثقافه خاصه به، عنده دي كاركتيرستيك اللي كتحدد داك المجتمع، ماشي بحالنا حنا، ضوابط اخلاقيه دينيه اجتماعيه الى غير ذلك. ولكن انا حاولت فاش دخلت لهذا المجال هذا، حاولت نعطي واحد الصوره اللي ماشي هي هذيك على هذه الموسيقى، يعني نحاول نبدل شويه ديك النظره، سورتو غير نبداو غير من العائله الصغيره. انني مثلا راه كندير هذا الشيء، راه نقدر نطلع به المهرجان، نقدر نمشي به للاذاعه، نقدر ندير به شي حوايج اللي كيزيدوك واحد القيمه مضافه كشخص في الحياه ديالك الشخصيه. وثانيا لقاوني بان ما فهمتي، تقبل بان حتى هو راه موسيقى عاديه، لانني انا حاولت نخدم فيه واحد النمط اللي هو يتماشى مع العقليه المغربيه، مع القيم حتى ديالنا. مع المحيط ديالنا والقيم ديالي اللي فوالا، حيت كما قلت لك،
خصنا نعيشوا الواقع ديالنا فهمتي. ما غاديش ناخذ انا واحد الثقافه ونتبناها، ما غاديش نتبنى الثقافه، ناخذ منها اللب. مثلا الراب هو واحد الموسيقى ثوريه نتجت على واحد الاضطهاد ديال واحد المجموعه لقات في هذا الدومين انها واحد الوسيله باش تفجر داك المعاناه وتوصل الرساله ديالها. غادي ناخذ هنا هذا اللب ديال هذه الموسيقى هذه ونتماشى مع حتى ونهضر على الظواهر الاجتماعيه اللي ما كيعجبونيش اللي كنشوفوا مثلا في المجتمع ديالي، ولكن بعض الامور اللي غادي تمس شويه بالصوره ولا تخد شويه الماء في حدود الثقافه ديالي، فوالا شي حاجه اللي تخدش بالاخلاق ولا بالحياء ولا تحطنا في واحد الصوره من الناس اللي كنحشموا منهم وتكون عندك واحد الصوره اللي هي سلبيه على الناس شويه. حتى الرساله اللي كتكون ملي كتوصل كتكون رساله نقيه، كتكون رساله نقيه، حيت هذاك هو الدور ديالك كارتيست. الدور ديالك كارتيست هو تهز واحد الظاهره اجتماعيه وتنقحها وتعطيها بواحد الصوره اللي هي فنيه، توصل الميساج فني يزيد يتوشي اكثر. اما الا حطيتي كما كنقولوا هزيتي واحد حطيتي كما هو ما كتكونش ديك اللمسه الفنيه 100% فهمتي. وكيوصل حتى لجميع الفئات، وكيوصل لجميع الفئات الكبار والناس الكبار، كما بحال مثلا حنا الشباب ربما كنطبعوا مع داك كما كنقولوا داك تخسر الهضره اللي هو خايب، واخا كنطبعوا معاه ولكن شبابيا واخا كما قلنا كنطبعوا معاه ولكن خايب. والناس الكبار ما كيبغيوش يشوفونا، مازال ديك الطبيعه الزوينه اللي فيهم باقا فيهم، وما خصناش نطبعوا معها حنا الشباب. شوف المغربي كيبقى اصيل كما وقع وكما الموجه اللي جات مثلا ديال السوشيال ميديا اللي كاينه حاليا، وهذا التلخبط في هاد الحريات الفرديه، وهذا التلخبط مثلا في السوشيال ميديا اللي كنشوفوا مثلا المحتويات اللي بحال تجاوزت الحدود لواحد الدرجه. ولكن الانسان في قرارات نفسه باش كيكتب واحد راه كيتمنى في الداخل ديالو انه يشوف واحد المجتمع اللي نقي اللي كتحدد واحد الضوابط اللي هي اخلاقيه فوالا. وعاوتاني هنا كتبقى واحد الحاجه اللي كل واحد والتكوين ديالو كشخص هو كيفاش داير فهمتي كقناعات. انا واحد الحاجه عندي العائله، اول واحد كنشوفه قدامي هو امي وبا، وكنحترم جميع الامهات اللي كنعتبرهم بحال الوالده ديالي وجميع الاباء بحال الاب ديالي. اول الناس اللي ما نقدرش يشوفوا لي واحد النظره خايبه ولا يقولوا لي ولدي اش ديك الهضره قلتي هذا نتحرج. حنا تكوننا هكذا، تكوننا بالتربيه والاحترام ديال لي بارون ديال الناس اللي كبار علينا، وخديت هذا البرانسيب هذا ومشيت به في الموسيقى والحمد لله. يعني كنشوفوا انا باللي هو واحد النقطه ايجابيه انا درتها في الباركور ديالي. وكما قلت لك راه كيبقى المحدد هو الضابط الاخلاقي والوازع الاخلاقي ديال كل واحد. كاين اللي ما عندوش مشكل مثلا ولا البيئه المحيطه به فاش كبر انه يستعمل مثلا داك الاسلوب الجي هو نورمال. انا بالنسبه لي كتوفيق ما كنقدرش نخسر الهضره، وجامي د لافي غادي نخسر الهضره سورتو في الموسيقى، حيت كنحاول دائما نعطي واحد الموسيقى اللي يسمعها الصغير والكبير والعنصر النسوي وجميع الفئات ديال المجتمع. فوالا بما اننا كندويو على الفن الراب، شنو كيبان لك في الفن في مدينه ميدلت خاصه؟ ميدلت كاين ناس فيها تبارك الله عليهم يعني فنانه بمعنى الكلمه، لكن دائما كاين واحد الهاجس ديال خصو ضروري يمشي يجيب العز في شي بلاصه اخرى يتم الاعتراف به هنا محليا. كاين ناس صاحبي الا كتمشي لبلادات الناس مدن كبار كتلقى فنانه يعني كيقول لك راه ولد ميدلت ما كتعرفوش انت اصلا، مشى دار الباركور ديالو في واحد البلاصه اخرى ولا الكارير ديالو في واحد البلاصه اخرى. علاش؟ حيت ما لقاش هنايا واحد الدعم وما لقاش واحد لو سيبور فهمتي. هنا المدن الصغرى كيبارطاجيو هذا المشكل هذا يعني عامه. بالاضافه لنقص الموارد اللي هي مثلا اللوجستيه مثلا بحال في اطار الموسيقى مثلا الاستوديو، الاذاعات، الانتاج، التوزيع، ما كاين حتى شي حاجه من هادشي. يعني الا بغيتي انت تبدا كارير في هذه البقعه الجغرافيه خصك دير هاد الحوايج انت كاملين من راسك، تعلمهم من راسك اولا تقاتل تكري هاد الاستوديو لراسك ولا يعني باش تلقى واحد التيم اللي غيعاونك ولا واحد شركه انتاج اولا راديو اولا ما كاينش. يعني هنا كيبقى بحال قلتي داخل انت ديجا المعركه مغلوب ب5 بعدا فهمتي ولا مغلوب ب4 باقي ما وصلش حتى داك الزيرو باش ما وصلش الزيرو. حيت مثلا واحد غادي يبغي يبدا باركور في كازا ماشي بحالك انت في ميدلت، هو راه كيلقى استوديو كيلقى راديو كيلقى فهمتي راه كلشي حداه، خاصو غير كاينه كاليتي كاين اي حاجه. كاين استوديو تخلص فيه شويه الفلوس، كاين اللي غادي يدير لك الكومبوزيسيون لارونجمون ميوزيكال، كاين اللي غادي ميكسيل، كاين اللي غادي كلشي التوزيع، كاين كلشي خصك تخلص وخصك غتبدا. اما انايا راه كيما قلت لك هاد الحوايج ما كاينينش، تبدا كلشي ولا خصك ديبلاسمون عاوتاني وتجلس في المدينه وتقاتلوا والمدينه كبيره راك عارف كبيره ضروري يعني صعيبه مصاريف يعني كتصرف على راسك قبل ما ان داك الفن ربما واخا كديروا هوايه واحد الوقت تقدر تقول يصرف عليك ولا على الاقل غير يصرف على راسو
كتكون صعوبات صعوبات، حتى في المحيط الصغير ديالك كيفاش تشرح له بانك انت واحد الحاجه كتقول لهم بلي غادي ندير بها واحد الحوايج اللي هما زوينين في حياتي، لقاوك انت كتبيردي فيهم فلوس. ما يمكنش تشرح لهم بلي هذا الشيء راه مثلا كنخدم انا على واحد الباركور اللي من واحد المره يعطيني واحد الريزولتا ولا فهمتي، حيت صعيب، حيت هذا الشيء كومبليكي بزاف فهمتي. كما قلت لك المدن الصغرى كتبدا ديجا انت معركه مغلوب بخمسه ديجا، ولكن كتبقى في نهايه المطاف كتبقى ديك الرغبه ديالك باش انك تكمل المشوار ديالك. فوالا هذا هو اللي كيحدد الفريق. كاين واحد اللي كيكمل، كاين واحد اللي كيعيا، كاين واحد اللي كيتهرس، كاين واحد كتديه الظروف ديال الحياه، وكاين اللي كيحاول يزاوج بين الامور، وكل واحد والقدرات ديالو فهمتي. فوالا هادشي اللي سي توفيق، كيفاش كتشوف الموسيقى خاصه الراب على المجتمع ديالنا ولا المجتمع الشبابي؟ الراب خويا محسن مؤخرا ولا عنده واحد الامباكت اللي كبير بزاف، كبير بزاف. الا جيتي دابا تشوف هاد المهرجانات الكبار اللي دازوا مؤخرا في المغرب، راه كانت التمثيليه ديال الراب بواحد النسبه كبيره. وكاع الدليل هو طوطو انه طلع في المنصه ديال السويسي، هذيك واحد القفزه نوعيه مثلا بالنسبه للراب المغربي، كاول رابور كيحط رجليه في هذيك المنصه ديال السويسي فهمتي. يعني الراب عرفوا هاد اللجان المنظمه بان عنده تاثير كبير على الاوساط ديال الشباب. غير هنايا حبذا لو كان هذا داك التاثير يكون في واحد الاورينتاسيون تكون ايجابيه وتعطي من هذه الموسيقى واحد الدرس لهذاك اللي هو مأثر بهذاك الرابور، ياخذوا مثلا يحاول يابليكي في حياته الشخصيه، في القرايه ديالو، في التربيه ديالو مع الوالدين، مع المحيط، ولا يحاول ياخذوا الحذو ديال ذاك الرابور انه ناجح، يكريو هو باركور في اطار نقي، ماشي تعطيه ديك ديال ديك لا ليبرتي اللي هي بين قوسين ما عندهاش ضوابط. وكاين اللي كيتاثر وكياخذ داكشي بواحد المنحى سلبي اللي يقدر يدير واحد المشكل واحد النهار ويعود عليه بالسلب في حياته فهمتي. لان راه ما هو ديجيتال عاد راه كيبقى ديجيتال، راه الواقع راه حاجه اخرى. اعطي واحد الصوره ايجابيه واعطي واحد الكلام اللي هو يكون منقح، يكون زوين، وراه كاين اساليب ابداعيه فنيه باش انك توصل الرساله بما تحتاج انك تخرج على الاطار كما تنقولوا العام ديال الاخلاق وديال الصواب وديال التربيه. فوالا. انت كمغني الراب شنو كيعني لك الاولد سكول؟ الاولد سكول هو بحال قلتي العمود الفقري ديال هذه الموسيقى ديال هذه لا كولتور هذه، وهو علاش حلينا عينينا. اولد سكول هو ذاك الراب اللي كيقيس المواضيع الاجتماعيه بواحد العمق كبير، واللي فيه واحد التمرد وفيه واحد الجرأه فهمتي على ما هو طابو. حيت هذا هو الاشكال اللي كبير. كاين بعض الطابوات اللي مولفين في الثقافه الاجتماعيه ديالنا ما كنهضروش عليهم. الا هرستي مثلا الاولد سكول كانت واحد الستايل اللي كان كيهرس هاد الطابوات هادو فهمتي. وهو علاش يعني علاش حلينا عينا في هذا الدومين هذا. بعد ضربانو دي زوريونطاسيون في الستيل ديال الراب مؤخرا اللي ولا مشى كاع كيميل للراي حاليا كاع، ولاو حتى المواضيع مثلا انك تغني في اطار رومانسي ولا في اطار على البنات كانت شي حاجه اللي مستحيله بالنسبه للراب، ولا دابا راه شي حاجه اللي عاديه جدا فهمتي. كما قلت لك كاين واحد الديفلوبمون، غير انما كنقولوا كتكون واحد لا باز هو انك تهضر في مواضيع، ودائما اي اغنيه يكون فيها محتوى ياخذ منا بلا شي ميساج، كما بغا يكون، غير يكون ميساج ايجابي وصافي. فوالا. بما اننا كندويو على الميساج، شنو هما الرسائل اللي كتحاول توصلها في الكتابه ديالك او الاغاني ديالك؟ بالنسبه ليا خويا محسن كنركز على حاجه واحده بالنسبه للشباب، ما يضيعش الوقت. حتى انا مثلا دوزت واحد التجربه وتهرست فيها ولا ضيعت فيها واحد الباركور كامل، نقدر نعطيك ديك النتيجه. انا مثلا ضحيت براسي باش نوصل لواحد المعلومه ولا واحد الحقيقه، لحقاش راه كنعيشوا في الواقع ماشي في المواقع. واحد الواقع غادي نوصل لواحد النتيجه من بعد واحد الباساج اللي هو طويل. نعطيك الخلاصه، ما تضيعش الوقت، ما تمشيش مع الناس السلبيين، حاول تركز. وهذه النصيحه الاسمى اللي دائما لاصقه ليا فمي، يقرا على راسك. اي حاجه بغيت دير او باراليل مع القرايه. ما تاخذش الامور بديك السلبيه اللي كياخذوها الناس بلي القرايه ما فيهاش وما بقاش كتعطي، وراه القرايه ما كتعطيش، وراه شوف هذاك فلان كاع ما قرا وفين وصل. القرايه كتضمن لقمه العيش، كتضمن بزاف ديال الامور، وكتزيد حتى الا كنتي مثلا فنان كتزيد انها تعطيك واحد القيمه مضافه ثقافيه بالنسبه للفن ديالك. يعني ما كاين حتى شي حاجه اللي فيها ديال السلبي. والقرايه خويا محسن يعني ما كرهناش ان بنادم ترجع لذاك
للمكانه ديالها، ويرجع الاستاذ للمكانه ديالو، وترجع المدرسه للمكانه ديالها، وترجع التربيه للمكانه ديالها. لان بدينا كنشوفوا واحد الانحلال الاخلاقي اللي غادي بزاف للهاويه مؤخرا، سورتو بهاد وسائل التواصل الاجتماعي اللي غير ما عندهاش ضوابط، فهمتي؟ اللي عندك الحريه راه مشات الامور لواحد المنحى اللي هو مويل بزاف. سي توفيق، رغم ان عندك واحد الحضور اللي هو تقريبا دائم، خاصه في مدينه ميدلت على المنصات والمهرجانات، وحتى في المنصات والمهرجانات الوطنيه، كما قلت عندك واحد الحضور، ولكن في السوشيال ميديا ما عندك واحد الحضور خافت. واش انت اللي ما بغيتيش تخدم على القضيه، ولا خدمتي على المنصات او المهرجانات، او لا نقدروا نقولوا في الواقع اكثر من المواقع؟ انا واحد الانسان شويه واقعي، فهمتي؟ كنعيش انا واحد الانسان شويه واقعي، فهمتي؟ كنعيش في الواقع بزاف، كنحاول نعطي بزاف في الواقع، يعني في سور سين كنحاول نخدم موسيقات تكون سور سين، تكون مسموعه وتعطي واحد لامباكت اللي هو زوين. بالنسبه للمواقع كنستعملها في مجال الموسيقى. نقدر مثلا ما هو شخصي، مثلا تصويرات تقدر تلقى عندي بين تصويرات مثلا شي بعض المرات حتى 5 شهور 6 شهور، فهمتي؟ انا ماشي من داك النوع اللي شربت هذا الكاس اللي ما خصني نصورو، مشيت لهاد البلاصه خصني نصورها ونبقى غير عايش، غير كنبارطاجي في لي ديتاي ديال حياتي. داكشي ما كنامنش به انا شخصيا. كاين بالنسبه للناس اخرين بيقول لي داكشي عادي، انا ما كنامنش به. انا كنحاول دائما نكون واقعي. وواحد الوقيته بحكم كما قلت لك تمسكنا بزاف يعني داك لا باز وداك العمق ديال الموسيقى، ما كناش كنديوها في الارقام، وكنديوها في المشاهدات، ولا كنديوها في اليوتيوب، ولا شحال عندك في القناه، ولا كتشوف انت واش راضي على راسك بداك الموضوع اللي كتبتي عليه اللي هضرتي عليه، فهمتي؟ كنا كناخذوا الفن يعني بالقيمه الحقيقيه ديالو. فوالا دابا حاليا راه المحدد ديال الارقام راه ولاو كيهضروا غير بالقنوات، شحال عندك في القناه، شحال مشاهده، شحال هكذا. ما كنكرش بان ما عندهمش دور، غير ما يتاورينتوش بهم، ولا كيلعب كيخدموا عليهم. لدرجه راه ولينا كنشوفوا ناس مثلا مشات للقناه كيخرج كيبكي، عاوني نرد القناه ديالي، فهمتي؟ ماشي بهذا الشكل هذا عاوتاني. النقطه اللي شرتي لها تبارك الله عليك كانت يعني مركزه بزاف. انا واحد الانسان اللي واقعي، داك لو مومون كنعيشو انا في الحاضر ديالي في حياتي اليوميه كما عشتو كنستمتع به لراسي. مشيت لهاد البلاصه مشيت لراسي، ماشي مشيت لا باش نقول لواحد السيد راه مشيت لهاد البلاصه، ولا مشيت لواحد السيد راه مشيت لهاد البلاصه. وكاين اللي كيعطي هنا غادي نفتح واحد القوس بسيط. هاد النقطه هادي راه خرجت على بزاف ديال الناس. كاين اللي كتعطي لهم واحد الحياه بيرفكت في السوشيال ميديا، وكيصحاب لهم بلي هذيك هي الحياه الحقيقيه. وكاين اللي يسمح في قرايته، وكاين اللي يسمح في خدمته، وكاين اللي يسمح في بزاف د الحوايج، ولكن بحال واحد اخر وكيعطيك غير داكشي اللي بغا. كيعطيك ديك حيت ما عمر حتى شي واحد في السوشيال ميديا ما جا قال لك انا خايب. السوشيال ميديا كلها عامره بالبيرفكسيون، كلها زوينه، كلها حياه ورديه. داكشي راه بعيد كل بعد على الواقع. فوالا. شكرا لك الرساله اللي بينتي، كما انت فنان. الرساله اللي عطيتي، هذه الرساله زوينه ديال اننا كنعيش واحد ماشي واقع، كنعيشوا في المواقع، واحد الحاجه اللي كتاثر بزاف على كتاثر بزاف، وسورتو لواحد الناس اللي ما عندهمش ثقافه ووعي. فوالا راه صعيبه بزاف، صعيبه، خاصه الدراري اللي طالعين الصغار دابا، صعيب عليهم. حنا وراسنا انا شخصيا كنعرف ناس راه لو كنشوفهم في السوشيال ميديا اساطير، ولا الواقع ديالو لا علاقه تماما بداكشي. بالعكس هذا كتلقى عنده واحد لومونك، واحد النقص، حيت ما قادرش يحقق ذاته في الواقع، في المحيط ديالو المعاش. كيحاولوا يفجروا في السوشيال ميديا. لان كما قلت لك ما عمر شي واحد في السوشيال ميديا قال لك انا خايب. السوشيال ميديا فيها كلشي تظلم، كلشي عنده العديان. شكون هو هذا العدو وشكون هو هذا اللي ظلم؟ الله اعلم. ما كاين حتى شي واحد اللي خرج قال لك انا ظلمت. كلشي زوين، كلشي مسافر، كلشي لابس مزيان، كلشي بصوره دابا مصوبوها مزيان. دابا هذا البلاطو هذا غادي ممكن دير بانك مشيتي لواحد البلاصه اللي هي هوت كام، وواحد اللوطيل اللي هذا وهذا، وتقدر تلعب على هذا الشيء بزاف، وتعطي واحد ليماج اللي ماشي هي. ولكن خصك يكون حقيقي، حيت تحط راسك على مخده نعاس. خصك تكون راضي على راسك، ماشي تكون متناقض مع راسك، انك عطيتي واحد ليماج اللي ماشي ديالك، ولكن انت في قرارات نفسك اللي ما راضيش على الواقع ديالك. هادشي راه كيسبب واحد لاكريز شويه اللي هي نفسيه بزاف. خص الانسان يتقبل ذاته فعلا. فوالا هذا هو ذاته كما هذا هو الميساج كاع، نيت الكونكلوزيون ديال هذه النقطه هذه. فعلا. سي توفيق، في معظم الاغاني ديالك ما كاينش، ما عمرك درتي شي كلاش
لشخص معين. مهم. ولكن في اغنيه ما قبل الاخيره ديالك مهم. درتي واحد الكلاش اللي ربما المتتبع غادي يقول كلاشيتي شي واحد شخصي مهم. منهم انا، كيصحاب لي كلاشيتي شي واحد شخص بيرسون معين. واي. شوف انا ما كنكلاشيش بزاف اخي محسن، درس واحد الاعتبار. عندي مواضيع اللي خصني نهضر عليها، ما نبقاش نبقى غير الكلاش. الكلاش هو داخل في الثقافه ديال ليبوب. مره تقدر دير كلاش، ولكن باش تبقى غير نقابلوا نديروا شغل ديال نضرب مع هذا نكلاشي هذا سب هذا رد على هذا، ما بقاش فن. كاين رسائل، كاين مواضيع اجتماعيه، كاين مواضيع دابا اللي داروا مؤخرا البوز في دائرات مثلا لا بيدوفيلي، كنت هضرت عليها في واحد لا شونسون ديالي. راه وقعت غير واحد النقطه، يعني مازال داك المشكل مازال خصو حوار اجتماعي كبير، مازال خصنا نحاربوه باش ان مثلا هذه الحاله مثلا اللي وقعت مؤخرا اللي فيها 14 الوحش ادمي تعدى ولا دري صغير، راه كارثه، راه كارثه بمعنى الكلمه. يعني كاين مواضيع علاش غنهضروا، كاين بزاف ديال الحوايج اللي خصهم حوار اجتماعي كبير باش انا نبقى مقابل الكلاش. لا، هذه من جهه. من جهه ثانيه هذاك الكلاش بالضبط، هذاك الدوغ اللي درت مؤخرا هو ما عطيتوش لشخص، عطيتو البروفيل، واحد البروفيل مجموع فيه السلبيه اللي جا معاه هذا البروفيل هذا فيه السلبيه، فيه ديما تنقص من الاخر، ديما خصك تحاول تهرس. وسورتو هنا في ميدلت كاين واحد الفئه هذه خدمتها. حنا غير في الميديا ولا في الموسيقى اللي عقلت انا غير 50 ولا 60 هما هكاك كيسبوا اليومين هذا خدام غير كيسب. ملي بغيت ننتقد انا درت واحد الاغنيه، قلت لك انا رابور درت اغنيه، اجي حلل معايا الكلمات ديالها، قول لي هنا وجهتي رساله غلطه، هنا درتي هذيك كتابه ماشي هي هذيك، هذا انستروي ماشي هو هذاك. هذا نقدر نهضر معاك ونتقبلوا بشكل بناء ونتقبلوا يعني بصدر رحب. ولكن الاغنيه وتمشي انت الاعراض وتمشي للسبان، راه كتقول لي دابا بطريقه غير مباشره بان غير معقد، انايا مريض، انا غير مزير في خاطري من جهتك، فهمتي؟ الوغ انا شنو درت؟ جمعت دوك لي كاركتيرستيك ديال دوك البروفيل حطيتها في داك لا شونسون. وحتى انا كنقول لك مزيان الفن انني وصلت رساله بالفن، ماشي انا نطلع ندير فيديو لايف ولا بدا نسب حتى انا بدا نعرق ولا واحد البروفيل. هذا البروفيل هذا وماشي كيواجه غير الراب ولا كيواجه كابورال ولا كاع اللي عنده كاين دراري مساكن في التجاره وقع لهم هذا المشكل. الناس الدراري هنا مساكن بغاو يمشيو للسبور وقع لهم نفس المشكل. الجمعيات ديال الرياضات وقع لهم هذا المشكل بحكم خدمنا في الميديا في الاعلام، تلقاو مع هاد لي كونتاكت هاد الناس وكيعاودوا لنا هاد القصص. كاين واحد لي بروفيل الناس هذه خدمتهم تنقيس من ولد البلاد وتهرس في ولد البلاد، وفاش غيجي واحد اخر من واحد لازون اخرى كيكون على الراس والعين، على الراس والعين. هو ديما خصو يهرسك. علاش؟ حيت كيحس بديك عقده النقص كيفاش انت من نفس البيئه ديالي ونفس المحيط وهرستي واحد الحاجه وتقدرتي تخطى واحد الخطوه دوز لواحد الامور اللي هي كبيره. انا كيبين بانه هو ما قدرش، عوض ما مثلا ياخذك انت مثال، ياخذ قدوه يقول علاش الدراري هذا تقاتل من المحيط ديالنا من نخرج. يعني حتى انا نقدر نوصل. شوف كنت اخويا محسن راه كما قلت لك انا داخل مغلوب ب5-0، وصلت الحمد لله دوزت الاذاعه، دوزت القنوات العموميه، بطاقه الفنان من عند وزاره الثقافه. حاولت ان اورينتي راسي فيما هو اداري، الحمد لله راني اليوم ارتيست مهني بشهاده ديال الدوله. هاد الامور هذه كلها حققتها انا راسي، تقدمت فيها. يعني حتى انت راه تقدر دير وتفوتني كاع وتقدر ديباسيني في واحد المده اللي وجيزه، فهمتي؟ اللي بزاف ديال الحوايج متوفره فوالا على شحال هذه. اما باش تاخذ داك العناد وداك السبان وداك راه ما كيعطيكش قيمه اصلا. بعدا اول حاجه راه ما كيعطيكش قيمه انت راه غير كيهبط منك. واخا تشوف دوك التعاليق ودوك الناس غاديين معاك في الطرح، لا داكشي هذا كتنزل من المستوى ديالك. محسن دار هذا البودكاست، انا مشيت جبت له المله والوالدين وسبيتو، واش ما كيعطيني داكشي من قيمه؟ عطاني داكشي. لا بين لي بانني ندور المستوى وفاعل، عنصر غير فاعل في المجتمع، ما صلاح لوالو كاع، فهمتي؟ حتى لراسي ما نافعش راسي. الحياه ولا المجتمع بغى العنصر الفاعل. عندنا واحد المشكل، مثلا نعطيك انا مثال بسيط. عندنا واحد المشكل في واحد الحومه ديالنا، نقدروا نديروا جمعيه شبابيه ونهضروا مؤسساتيا. هذا هو المغرب ديال اليوم، نهضر بالمؤسسات، نخدم مؤسساتيا ونخدم في واحد الاطار اللي هو قانوني ليغال مزيان. اما ديك ديال تغوت ودير التليفون تتسب، راه كلشي قادر، راه ما كديرش شي حاجه اللي ما قادرش يديرها شي واحد. يعني كاين كل واحد والضوابط الاخلاقيه اللي عنده. وهنا راه كاين واحد الاشكال اللي كبير.
يقدر واحد يدوزها لك، يقدر واحد يخرج معك لشي امور اللي تحمد عقباها، فهمتي؟ اللي انت غتندم عليها. كاين بعض المرات انا حضرت لهاد الحوايج اللي خرج الصراع من السوشيال ميديا للواقع، وصدقوا فيها غير الوالدين اللي كيتكرفصوا وطلعوا عباط والمشاكل والمحاكم وداكشي ما عندنا داكشي ما كاينش اش نزيدوا غير الاعباء على والو، فهمتي؟ كما قلت لك ما عنده واحد المعركه في الحياه راه غادي فيها، ويحاول ياخذ الايجابي، ما يكونش ديما بنادم سلبي، فهمتي؟ بما انك كدوي على هذه القضيه هذه، لاحظت ان الرابور اللي يلاه بدا كيطلع، ايمن حقي اللي كنحيوه من هذا وي تحيه لايمن، تحيه ليه. واحد الفيديو كليب مؤخرا لاحو، المهم واحد المده تقريبا ديال نقولوا 6 شهور، المهم مؤخرا في واحد من الصفحات ديال ميدلت، ونزلوا عليه تعاليق اللي كتهرس ماشي كتحاول تطلع. اللي برافو عليه راه صراحه، هو بدا من كما قلتي انت، بدا من مغلوب بمدينه صغيره، وكتزيد عليه ان وحدين كيبغيو يهرسوه، صراحه صعيبه بزاف. لا صعيبه. شوف ايمن تبارك الله عليه، انا كيعجبني داك الدري موتيفون لواحد الدرجه كبيره، مشى تبارك الله جا مشى وخدم هذاك، عطى واحد كيقول لك ميدلس، انا ولد ميدلس، راه هذاك واحد الفالور اجوتي، كبر بالمدينه ديالو وقدر يهرس واحد الحواجز. والكليب اللي الموضوع اللي كنهضروا عليه دابا راه فيه واحد لاطوش ارتستيك تحلل فنيا، راه ماشي داك الكليب التقليدي ديال الطوموبيل صايق كذا جالس بلاصه واعر ولا البنات ولا، فهمتي؟ حيت داكشي دابا اكل عليه الدار وشرب، فوالا داكشي يقدر يديروا اي واحد كريادي ونبين لك انا بوس، فهمتي؟ الطريقه ملي جبتي دابا الكليب، الطريقه باش تكري الكليب الطبيعه كما قلتي فنيا، كتشوف بحال قلتي كيدوي على المنطقه ديالو، فوالا كاين ميساج ديالو، والناس ديال المنطقه ديالو مثلا، ماشي كلشي، ولكن راه نقدروا نقولوا بزاف كاين ميساج مخفي، كاين ميساج فعلا، فهمتي؟ ما بين السطور. وتما كنهضروا على الناس اللي كومبيتون، اللي صور، اللي دار المونتاج، اللي عطى لا توش ارتستيك، راه كاينه خدمه، راه كاين خدمات تما ضربات التماره. حنا كنهزوا داكشي كنحيدوه كامل السبان. ودابا المشكل السبان اللي سبيتي هذا السيد هذا ما فيه حتى شي علاقه بالموضوع ديال الاغنيه، سبيتيه في اطار اخر كاع شخصي، دخلتو في الشخصانه. وهذا من الحوايج اللي كنتعرض لهم انا بشكل عادي وشكل يومي، وهذا الشيء دابا انا اللي ما تعرضتش وكنحس براسي بلي شي حاجه انورمال، ما كانش سبان شي حاجه انورمال، فهمتي؟ ولفنا هذا الشيء. كما كنقول لك هذا السيد هذا دابا راه جايب واحد الارقام اللي هي كبيره، كيطلع في منصات اللي هما كبار، كما كتشوفوا انت هذا الدري هذا اللي في بلادات الناس وعنده ايكيب الناس خدام معاه وكيكبروا به، وانا ولد ابن جلدتي كما جلدتي ولا نبدا نهرس فيه، سي با لا بينا صاحبي. علاش؟ يعني هادشي كتشوف كتقول هذا ماشي كيحاول ينافسني ولا كيحاول، لا وما عنده. شوف ما كاين حتى شي علاقه ديال داكشي كاع، ما كاينش حتى شي علاقه. كتحط فيديو فيه جمهور شاعل معك الفلاشات كيرياجي معاك، وفي الواقع تهضر معاه وتيرد عليك بالغوات، يعني داكشي اللي كيتمنى فنان في الشو كاين، ان الجمهور يكون معك. اي فنان كيبغي يطلع كيقول يا ربي يكون الجمهور معايا مزيان، وانت كتحقق هذه الخطوه وكتحط لا فيديو اثبات باللي داز الشو مزيان وكتعرض للسبان، يعني كتعرف باللي بنادم واخد معك الموقف شخصي ماشي كيستيون ديال الراب ولا الموسيقى ولا واخد معك شخصي. انا هذا السيد هذا كيفاش داير هذا الشيء، فهمتي؟ نعطيك انا غير مثال بسيط. بالنسبه للاكارت دارتيست مثلا عند وزاره الثقافه، راه ماشي غتمشي عندهم يعطونا لاكارت، صعيب كيبقى عطينا ما يثبت بانك ارتيست، راه ما هو فيديو، ما هو كونترات ديال العمل، ما هو يعني دوسي كبير، يعني الناس اهل الاختصاص وافقوا لك، ويجي واحد صاحبي بدا ينقص منك بزاف، وهذا الشيء زعما اكزاجير لواحد الدرجه اللي بسال بزاف، فهمتي؟ بزاف كاع. وكما قلت لك ماشي غير في اطار الموسيقى، بزاف ديال المجالات اللي للاسف ولينا كنشوفوا حتى الناس ديال الميدل كيهزوا حوايجهم، شباب اللي في يدهم لو بوفوار وكيمشيو يكيتيو، فهمتي؟ كاين بزاف ديال الناس جمعوا البارطاج ديالهم وكيمشيو، ولات كدور واحد الهضره ديال شوف بغيتي دير شي حاجه خوي، علاش اخويا؟ راه علاش زعما علاش نوصلوا كاع راسنا لهاد الحاله؟ كاين غيزون. شنو ربحتي انت؟ لا سبيتيني ولا سبيتي الوالدين، شنو ربحتي؟ ما ربحتي، عبرتي يعني على هذا اللي كيسب
ماشي كيبقى فيك الحال، انت يقدر يبقى فيك الحال وكتاسف ليه هو. كيبقى فيك هو هو كيبقى فيك هو صاحبي، راه ما تقبلش ذاته صاحبي. هذا هو المشكل، يعني انا هذيك راه العقده اللي دابا فيه دابا كيحاول واش دابا الا يخوف واحد سبيتيني آخر. مثلا غادي تهرس لي نهاري انا ولا تهرس لي حياتي، ما تزعزعني حتى شي حاجه. حتى شي حاجه. صافي حنا فتنا داك النيفو ديال تقدر تحركنا شي حاجه، فهمتي؟ سب وفوت ليه. ولكن انت دابا اش كدير لحياتك؟ كنعرف قلت لك انا دي بروفيل اللي كنت ناقشهم في هذاك لا شونسون سنوات، وهما في نفس الاطار، السلبيه والسبان، السلبيه والسبان، السلبيه والسبان. انت كتافونسي كتحاول تاميليوري راسك، عندك النقص في شي امور كتحاول تضبطها. الحمد لله كاينه التكنولوجيا، كاين الانترنت، كاين الذكاء الاصطناعي دابا حاليا، حوايج كتحاول تطور الشخصيه ديالك، تطور الاداء ديالك، تطور بزاف ديال الامور في نواحي الحياه. تلقى بلا مستاغني بوز، عنده بوز في حياته، الهدف ديالو هو كيتسنى غير شي واحد يدير شي حاجه يطير عليه، كيتسنى غير شي واحد يطلع. صافي ديك عقده النقص عنده واصله لواحد الدرجه اللي خصو العلاج، الله يعفو عليه. فوالا. سي توفيق، كرساله اخيره منك للشباب او لا اي واحد باغي يبدا شي دومين كيما كان، باش كتنصحوا ولا واقعيا لا حتى في المواقع كيفاش يتفادى دوك كما قلنا دوك الحوايج السلبيه؟ النصيحه ديالي هو الانسان يثق في راسو اولا، ويدير القطن في ودنه ويخدم، يدير المجهود. راه ما كاينش شي حاجه بلا مجهود. يتقاتل. ملي يكون شي واحد بغى يعطيك نصيحه، حضر راسك، سمع، سورتو الناس اللي سابقينك، سمع، وما تكونش عندك المشكل ديال التعالي، ديال انك انت هو ربهم الاعلى، راه كعارف كلشي. كاينش اللي يعرف كلشي. سمع النصيحه. بالنسبه للانتقادات اللي هي خارج الاطار، دير القطن وزيد. هذوك راه فيك كما تنقولوا، فهمتي؟ ما عمرك غادي تظن بانك غادي تجي واحد النهار وترضي الجميع. ما كاينش الارضاء للجميع، وما كاينش اللي غيرضي الجميع. ضروري تلقى واحد الفئه ضدك، هذه امن بها قبل ما تحط الخطوه الاولى. بالنسبه للسوشيال ميديا، انا واحد الانسان ما كندخلش في دوك الصراعات، كنخلي مجال عاير سب قول، حيت انا غادي نضيع وقتي. داكشي اللي غادي ندير معاك انت نمشي نديرو في خدمه ولا ندير شي حاجه، فهمتي؟ ما نقدرش نضيع الوقت ديالي في دوك النزاعات اللي انا خاسر فيهم دوباز. لو كندخل فيهم انا اللي خاسر، درت راسي فيك، فهمتي؟ حيت ما عطيتينيش شي حاجه اللي عامره. نهضروا على الحلقه، نهضروا على التصوير، نهضروا على المونتاج، نهضروا على الموسيقى، نهضروا على الكلمات، نهضروا في هذا الاطار هذا. نستافد منك، نستافد مني، ما كاينش شي حاجه نقلبوا في ناس اخرين يعاونونا، فهمتي؟ هذا هو الاطار. اما بدا نهضر غير النقاش ديال الغوات وديال تخسر الهضره وديال الزنقه، داكشي متجاوز لن يغير الود قضيه. الانسان يثق في راسو، وراه غادي يتعرض لبزاف ديال الناس اللي غيحاولوا يهرسوه، ولكن كما قلت لك يدير القطن ويافونسي، ويحاول سيرتو كنهضر على ميدلت، يحاول يحل الافاق على برا، ضروري ما يبقاش محدود هنايا، فهمتي؟ حاول تحل الافاق. والحمد لله اليوم راه كاين السوشيال ميديا، راه سهلت الامور بواحد الشكل اللي هو كبير بزاف. ياخذها بايجابيه. السوشيال ميديا راه فيها السلبي فيها الايجابي، وعندك انت الحريه لاكسي. اللي زوين فيها هو انه ما كتفرضش عليك، راه انت فين بغيتي تحط راسك غتحطو. الوغ بلا ما يضيع بهم الوقت، والعمر راه كيجري، يحاول يدير شي حاجه اللي هي ترجع ليه بالنفع، ويحاول يبروفيتي ماكسيموم، بروفيتي الماكسيموم فيما هو ايجابي، وتعلم المهارات. المهارات في الحياه راه مهمين بزاف. يحاول بلا ما يتعلم اللغه، يحاول يتعلم بزاف ديال الحوايج، وراه ان شاء الله ما يكون غير الخير. وكنتمنى ان شاء الله اننا نكونوا في هذه الحلقه خفف على القلوب ديال المشاهدين. وبالمناسبه ما ننساش كاين واحد الفئه اللي اجدد لها الشكر. هادشي كامل ما كيعنيش ان ما كاينش ناس ايجابيين، كاين ناس زوينين الله يعمرها دار، وبهم باش حنا واقفين لحد الان. هما اللي عاطينا يعني الدعم، السيبور، كيوقفوا معنا في المهرجانات، شباب شابات، ناس دراري صغار كبار، ناس كيقولوا كلمه زوينه، كيقولوا كلمه زوينه كتحاول كتحييك من الداخل صح باش انك تزيد تعطي. كاين ناس زوينين، وكاين ناس يعني زعما راقيه في المستوى، اللي كنبلغ لهم التحيه من المنبر ديالك. وهذه الفئه اللي هضرت عليها ما هي الا واحد نقدر نسميهم بالشيرديمه، فريمون هاد الشيرديمه اللي هذيك هي شغلها، هذيك هي خدمتها. وهذه هاد الشيرديمه راه كيلقاوها الناس في جميع المجالات، ماشي غير في الموسيقى، فهمتي؟ كنشكر الناس يعني اللي دائما عندها حس المواطنه طالع وحس الوعي طالع، كتسيبورتي ولاد البلاد وكتسيبورتي الدراري الشباب يتقاتلوا حتى هما يوصلوا لي باركور ديالهم، يوصلوا للاهداف ديالهم. نتمنى ان شاء الله الخير للجميع ان شاء الله. ان شاء الله. سي توفيق، شكرا لك على قبول الدعوه. الله يخليك سي محسن، ليا الشرف كبير كون ضيف ديالك. كنتمنى انت اخي محسن التوفيق
واحد الشاب اللي كنفتخر به بزاف. انت شكرا. كريتي هذا الدومين هذا ديال البودكاست. كنتمنى لك ان شاء الله فيه التوفيق والنجاح، والله ييسر لك الامور ان شاء الله. امين لينا وليك اخويا. تبارك الله عليك خويا محسن، شكرا على الدعوه الكريمه. الله يخليك سي محسن. اذا متابعينا الكرام، وصلنا لنهايه الحلقه، الى حلقه اخرى مع ضيف اخر. تحياتي.